إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وأدعو آخر المتسابقين في هذه السهرة، أدعو خالد غريسي من ولاية الواد. تكبير. اقرأ الآية 80 من سورة المؤمنون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. أفلا تعقلون؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات والسبع. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ حسبك. شكرا خالد. وفي الأخير نستمع إلى ملاحظات عامة
حول الصوت. تفضل الشيخ يوسف. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم وفي تلاواتكم الطيبة، جعلها الله ميزان حسناتكم. هنالك ملاحظة عامة أود أن أقدمها في البداية، وهي أن النقد الموجه من طرف الأساتذة الكرام والمشايخ طبعا هو مساهمة في تحسين ما نستمع إليه في مجهوداتكم الرائعة طبعا، فأرجو أن تتقبلوا هذا النصح. بالنسبة لي المتنافس عبد المؤمن بغداد من أم البواقي، صوت جميل ونبرة متميزة أو مميزة. قرأت من نغمة البياتي، ولكن ينقص صوتك الانسيابية. الانتقال من البياتي إلى البياتي بطبقة أخرى يسمى التحويل أو ترانسبوزيسيون طبعا، لكنه من دون تحضير يوحي بالنشاز. أنت تعلم أن مرتبة التحقيق أيضا في جانب الصوت تحتاج إلى إمكانيات كبيرة تتعلق بالدراية والتحكم في النغمات، النفس وقوة الصوت. إذن أنصحك بالقراءة من مرتبة التدوير على الأكثر. بالنسبة للمتنافس زين الدين بن الشيخ من قسنطينة، صوتك عذب وفيه انسيابية. قرأت من نغمة النهاوند، أحسنت التعبير منها، لكن لا تدع إطالة الصوت في القفل يؤثر على المقدار الصحيح للمدود. أعطي تلاوتك حيوية أكثر باستخدام مناطق صوتك الثلاث، الغليظ المتوسط والحاد. وإن أمكنك أن طبعا تلون تلاوتك بأكثر من مقام فلتفعل. بالنسبة للمتنافس عبد الحق الشرقي من وهران، صوت هادئ وجميل، والظاهر أنك تتمتع بإمكانيات أكبر كما سلف الذكر، لكن نبض تلاوتك أو مرتبة القراءة كما نسميها طبعا جعلنا نحس بالتكلف والتصنع. أنصحك أن تسرع قليلا حتى تحسن تلاوتك. بالنسبة للمتنافس خالد غريسي من الوادي، طبعا صوتك جميل جدا، صوتك يتمتع بالعذوبة والإنسيابية وتحسن الزخارف والعرب. استفتحت تلاوتك من نغمة البياتي، ولونتها طبعا من البياتي شوري على طريقة مدرسة الخشوع طبعا. وتناولك لمنازل هذه النغمة مع سياق الآيات الكريمة كان مناسبا، وجاء فيه حوار شيق وتصوير لا يقدر عليه إلا مجيد وعارف بهذا الفن. هذا أجمل صوت وأحسن أداء استمتعت إليه من الذين مروا. طبعا أود أن يعني تحسنوا من تلاوتكم. بارك الله فيكم. شكرا أستاذ يوسف، شكرا لكم أنتم. هذه الملاحظات لا تلغي الحسن كما قلت ولا تلغي الإتقان، وإنما هي ملاحظات لابد أن تكون في كل قراءة. شكرا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. صدق الله العظيم.